السلام عليكم ورحمة الله. معكم أخصائية صحة الفم فايزة الوعير، مدينة الملك سعود الطبية قسم الأسنان. حابة اليوم أشرح لكم طريقة تفريش الأسنان وطريقة استخدام الخيط السني. حنبدأ أول شيء بطريقة استخدام الفرشاة. طبعا نحاول وضع الفرشاة نص الفرشاة على اللثة والنص الآخر على عنق السن. بالوضعية هذه نحاول نضغط ضغط بسيط بحيث تتخلل ألياف الفرشاة بين الأسنان، ونبدأ بعمل حركة دائرية صغيرة ابتزازية في عنق السن، ونحاول تاخذ وقت إلى 10 ثواني، وبعدين نطلع على سطح الأسنان. نكرر هذه العملية ممكن مرتين 3 مرات، نتأكد إنه أزلنا الفضلات تماما من عنق السن وبين الأسنان. نبدأ نتقدم بالتدريج الأسنان اللي بعدها، حركة دائرية نفس الشيء وللأعلى، حركة دائرية للأعلى. نكرر العملية أكثر من مرة ونستمر بشكل منظم بحيث نمر على جميع الأسنان بنفس الطريقة. نبدأ من الداخل نفس الحركة، حركة دائرية وللأعلى. نكرر العملية هذه زي ما ذكرنا إلين ما نوصل إلى الناب. طبعا الناب جاي في الزاوية، فما نستطيع نحن نفرشه بالطريقة هذه. منطقة الأسنان الأمامية من الناب إلى الناب يكون تفريشها بشكل طولي، بحيث ندخل رأس الفرشاة خلف الأسنان. نهاية الفرشاة تكون في عنق السن. نبدأ بعمل حركة دائرية وسحب الفرشاة للأعلى. برضو نكرر العملية أكثر من مرة، نتأكد إنه أزلنا جميع الفضلات بشكل صحيح. نستمر إلى نهاية الأسنان الأمامية إلى الناب الثاني، ومن ثم نرجع لطريقتنا الأولى، الطريقة الأفقية، إلى نهاية الفك. ثم نقوم بتنظيف أسطح الأسنان من الناحيتين. انتهينا من الفك السفلي، ننتقل للفك العلوي. تكون طريقة التفريش بنفس الطريقة. نضع الفرشاة على نص على اللثة ونص على الأسنان. نقوم بعمل حركة دائرية، ننزل الفرشاة للأسفل مع ضغط بسيط طبعا على اللثة بالطريقة هذه. نستمر إلى نهاية الفك. من الداخل نفس العملية، نقوم بعملية تنظيف الأسنان من الداخل والأسنان الأمامية بشكل طولي كما ذكرنا. ونكمل من الداخل، ثم أسطح الأسنان العلوية. كذا انتهينا من عملية التفريش. تبقى مواصفات الفرشة. عند اختيار الفرشة نراعي أن يكون حجم رأس الفرشاة صغير بحيث يمكن الوصول إلى جميع أسطح الأسنان بسهولة. سطح الفرشاة يكون مستوي، ما يكون فيه تعرج أو ألياف طويلة وقصيرة، تكون كلها نفس الطول. يفضل أن تكون ملمس الفرشاة من ناعمة إلى متوسطة، وتكون الفرشاة مستقيمة ما فيها أي انحناءات أو زوايا مرنة، عشان لما نضغط طبعا ما تتحرك الفرشاة. هذه أهم مواصفات الفرشاة. طبعا يفضل طبعا تغيير فرشاة الأسنان كل 3 أشهر، لأنها بعد 3 أشهر تفقد فعاليتها وما تصبح صالحة للتنظيف. بالنسبة لطريقة استخدام خيط الأسنان، طبعا حناخد جزء طويل من خيط الأسنان عشان يكفي الأسنان كاملة. طبعا نلفه على إصبع اليد الوسطى، يكون في جزء بسيط يتم لفه على الإصبع الوسطى عشان يثبت الخيط. الإصبع الوسطى في الإيد الثانية نلف الجزء المتبقي من الخيط، الجزء الأطول، لأن إحنا طبعا هنغير الخيط كل ما نظفنا جزء نحاول نستبدل الجزء اللي تم بجزء آخر نظيف. الآن نحاول الخيط يكون مسافة قصيرة، ونمسكها بالإبهام والسبابة بالطريقة هذه. كيف نحاول ندخل الخيط؟ طبعا برفق، نحاول ما نجرح اللثة، ضغطنا وميلاننا على السن دائما وليس على اللثة. نحاول ندخل الخيط، نكون طبعا ماسكين الخيط بالإبهام والسبابة، ماسكين الخيط، نحاول ندخله بين الأسنان برفق. طبعا نحاول نثنيه على طول على السن بحيث ما نجرح اللثة، وندخل إلى أقصى عمق ممكن بين اللثة والسن، ونقوم بحركة الأسنان من الأمام للخلف، من فوق إلى من أسفل إلى أعلى بالطريقة هذه، ومن ثم نسحب الخيط. الجزء اللي استخدمناه نقوم بلفه على الإصبع اللي فيها الخيط الأقل، ونبدأ نفتح جزء آخر من الخيط نفس السن من الناحية الأخرى، إدخال ولف الخيط على السن، وعمل الحركة اللي هي من الأمام للخلف من أعلى إلى أسفل، ومن ثم إخراج خيط الأسنان.
هذه هي طريقة استخدام خيط الأسنان.